لنوروز لتغيير النتيجة. كرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. الله، أسو رستم يسجل هدفا للفريق الضيف الذي يبدو بأنه سيكون ضيفا ثقيلا هنا في البصرة. عاصو رستم يسجل لنوروز هدف جميل عند الدقيقة 39 في الشوط الأول. الهدف الرابع له في هذا الموسم يأتي ويسجل ليتقدم الآن نوروز بالهدف الأول في هذه المباراة، بعد أن كنا نعتقد بأن المباراة في طريقها لأن تنتهي سلبية. هذه التسديدة، هذه المتابعة، لا والله مش عاصو رستم، مروان حسين هو اللي سجل، هو اللي تابع. مروان حسين هو اللي سجل، وهو طبعا يصل ل8 أهدافه من خلال هذا الموسم. هو هداف نوروز، هو هداف الفريق. حط كرة بطريقة رائعة بعد أن كانت هي في طريقها في البداية طبعا من جانب عاصو رستم. حارس المرمى قام بدوره كما يجب في المرة الأولى، لكن في الثانية لم يكن لديه أي خيارات أخرى، وبالتالي الهدف سجل، الهدف أتى ليتقدم نوروز في النتيجة. ركنية لنوروز. هل من هدف ثاني قبل نهاية هذا الشوط؟ هذا ما يرغب به وما يتمناه طبعا أكيد نوروز. تنفذ الكرة، يا الله، الإجابة لم تتأخر. أنت يجب بأن تكون تحت المجهر، تحت الرقابة. الهدف التاسع مروان حسين جاوب على السؤال، والإجابة كانت من شقين. الأول نعم، أنا يجب أن أكون تحت أنظار الجميع، لأنني أملك كل الإمكانيات وكل القدرات على أن أكون أحد النجوم القادمون بقوة في كرة القدم العراقية. والإجابة في الشق الثاني نعم، نوروز يتقدم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط لتصبح 2-0، لتصبح 2-0 في هذا اللقاء في شوطه الأول. هدفان أو الثالث في الشوط الثاني. الخطأ ينفذ، كرة ترسل طويلة، والهدف الثالث يسجل. الثلاث النقاط في طريقها لأن تعود الإسلامانية. الغاتريك من مروان حسين. وفي ظل الحديث عن كساس، لا أعلم إذا كان يتابع، إن لم يكن يتابع فاخبروه بأن هناك لاعب بالرقم 8 في نادي نوروز اسمه مروان حسين يسجل الغاتريك. شوف الكرة الطويلة بالراس، ينجح في أن يضعها في الشباك ويعلن من خلالها عن تقدم نوروز بالهدف الثالث. الغاتريك يسجل، الغاتريك يأتي عن طريق مروان حسين، يسجل هاتريك ويصل إلى 10 أهداف. مباراة ربما الكرة ما زالت مروان بمرر كلاوديو، الله، سجل 3 وقال لكلاوديو تكفل بالهدف الرابع. نوروز يسجل انتصارا كبيرا. اسمه كلاوديو مارادونا، جنسيته برازيلية تيمنا بالأسطورة الخالدة في عالم كرة القدم. بيسجل هدف مارادوني، لكن باليمين كلاوديو خطها وحطها بكل قوة، معلنا من خلالها عن الهدف الرابع. يا سلام، كلاوديو يسجل في هذه اللحظات هذا الإنهاء كيف ما يجب أن يكون بهذه الطريقة وفي هذا المكان. لو ضيعت يا كلاوديو كنت راح أدخل في مرحلة شك بأنك لست برازيليا، ولكنك وضعتها في المكان الذي يجب بأن تستقر فيه. نوروز يقدم مباراة كبيرة في الناحيتين هجوميا ودفاعيا. الخامس، الله، ثقيلة على الميناء
في أرضه وفيما بين جماهيره. ثقيلة من نوروز الذي يقدم المباراة الأجمل والمباراة الأروع له في هذا الموسم. آسو روستوم من افتتح التسجيل في هذا آسو روستوم اللي حط كرة في الزاوية البعيدة. شوف التمريرة والتي ضرب فيها الدفاع الذي لم يجد من خلالها طبعا آسو روستوم أي صعوبة، وحط كرة في الزاوية البعيدة ليعلن عن تقدم نادي نوروز ب5 أهداف مقابل لا شيء. 5 أهداف مقابل لا شيء. نتيجة أكيد كبيرة، نتيجة ثقيلة جدا. الميناء بعد 17 طبعا مباراة قاد فيها الفريق حقق الفوز في 5 وتعادل في 5 وخسر في المقابل في 7 مرات. هذه كرة وهذا مرور لكن فيها خطأ، فيها خطأ وفيها بطاقة، فيها بطاقة، فيها بطاقة، فيها بطاقة حمراء تظهر، بطاقة حمراء على مجتبى علي، على مجتبى علي، بطاقة حمراء. وبالتالي الأمور تتجه في طريق أصعب وأسوأ للميناء. هذه الإعادة والتي رأى فيها حكم المباراة بأنه إيقاف انفراد مباشر وهجمة واعدة، وهو آخر مدافع اللاعب رقم 4 مجتبى علي، وبالتالي أظهر الحمراء بدلا من الصفراء لتصبح الآن الأمور أكثر صعوبة في هذه المباراة. لكن ممكن يتراجع عن قرار في تنفيذ هذه الركلة. لاعب رقم 7 مانويل كورنادوبلا هو الذي يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء من هذا المكان من أجل هدف حفظ ماء الوجه للميناء. يتقدم الإسباني، ينجح في أن يسجل، ينجح في أن يسجل هدف في هذا التوقيت عند الدقيقة 83. لكن الفارق في العودة يبدو كبيرا والوقت ليس كافيا ونحن نتحدث عن الدقيقة 83. هذا هو لولو بلام يسجل من نقطة الجزاء، ينجح في ذلك. ينجح في ذلك. وبالتالي النتيجة أصبحت 5-1، 5 أهداف مقابل هدف.